في أدعوكم إلى دقيقة صمت، الوقفة دقيقة صمت على شهداء وشهيدات الشعب المغربي اللي شهدنا تموها وشهدها العالم خلال النزوح الجماعي نحو مدن الشمال. شهداء وشهيدات الكرامة، شهداء وشهيدات البحث عن غد وأفق أفضل. إذا نقف دقيقة صمت. السيدات والسادة ممثلات وممثلو المنابر الإعلامية الصحفية ووسائل الإعلام، السيدات والسادة ممثلو الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية، الحضور الكريم، يسعدنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان بالمغرب أن نرحب بكم وبكن، وأن نشكركم ونشكركن على حضوركم في هذه الندوة الصحفية التي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الأحداث الدرامية التي عرفتها مدينة سلتا ومليليا المحتلتين أيام 30 31 وفاتح أغسطس من هذه السنة، والتي لا تزال تداعياتها ونتائجها المأساوية مستمرة إلى يومنا هذا. قبل الخوض في تفاصيل هذه المأساة لابد أن نذكر بأن الجمعية والتنسيقية تنطلقان من قراءة واضحة للسياسة الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء، فميثاق الهجرة واللجوء الذي اتفق عليه أخيرا في بروكسل يكرس دور بلدان الجوار وفي مقدمتها المغرب كمراكز للمراقبة والاستقبال، وبذلك يتحول المغرب إلى شريك أساسي في تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي، بل يقبل أن يلعب دور التركي الرسمي لأوروبا في الوقت الذي يصمت فيه هذا الاتحاد عن الإجراءات العنصرية والتضييق على حرية التعبير التي يتعرض لها مغاربة العالم، وعن تصاعد اعتداءات اليمين المتطرف وتنامي الإسلاموفوبيا. لقد شكلت أحداث سبتة ومليليا لحظات مشحونة بالكثير من المشاعر الموجعة، إذ شهدنا نزوحا جماعيا نحو شمال المغرب اتخذ شكل موجات بشرية متتالية من مواطنين ومواطنات من مختلف الأعمار، تحولت خلال ساعات إلى سلسلة من الصور الحية والمؤلمة التي وثقت سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين والجرحى. إنها لحظات عبرت عن اندفاع مأساوي نحو فتح ثغرة في أفق مسدود لدى شباب يتآكله الإحباط وينخره اليأس، اصطدم أمله بجدار صد لم يعبأ بالكلفة الإنسانية الباهظة. لابد أن أشير إلى أن هذا موجز للتصريح، التصريح الكامل سيوضع بين أيديكم. إننا في الجمعية والتنسيقية نؤكد أن هذه الأحداث ليست مجرد محاولة عبور نحو الضفة الأخرى، بل هي تعبير عن أزمة بنيوية تراكمت عبر عقود من التهميش والفساد والريع، أدت إلى انهيار شبكات التضامن ومؤسسات الوساطة، وتركت مجتمعنا بلا قنوات للتعبير سوى الانفجار المباشر والبحث عن الخلاص مهما كانت التكلفة، وهي بذلك كشفت عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب، والمتمثلة في ارتفاع مقلق لنسب البطالة والهدر المدرسي وهشاشة البنية التحتية وغياب العدالة الاجتماعية واتساع دائرة الفقر وتدهور القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية جراء الارتفاع المهول للأسعار وانحسار الأجور. وقد لاحظنا مع الأسف أن الدولة في تعاملها مع هذه الأحداث ركزت على المقاربة الأمنية والدعائية الموجهة للخارج، بينما غيبت المعالجة الجذرية للأسباب العميقة التي تدفع آلاف المواطنين إلى المخاطرة بحياتهم. ولفهم هذه الأحداث
بشكل شامل ندعوكم إلى قراءتها عبر 3 أبعاد مترابطة: البعد الاجتماعي المتمثل في انسداد الأفق والبطالة والتهميش واحتكار الثروة، والبعد السياسي المتمثل في انهيار مؤسسات الوساطة وضعف التأطير الحزبي والنقابي واعتماد الدولة على القمع وخطاب حجب المعلومة، والبعد الجيوسياسي المتمثل في توظيف ملف الهجرة كورقة ضغط في العلاقات المغربية الإسبانية وفي التحالفات الدولية. هذا وإن أحداث سبتة ومليليا لا يمكن فصلها عن مسار طويل من الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغرب منذ سنة 2011، بدءا بحركة 20 فبراير، مرورا بحراك الريف إثر مقتل السماك محسن فكري واحتجاجات جرادة ومسيرة العطش في المناطق المهمشة واحتجاجات أيزبو كباز الجبلية، وصولا إلى توقف المحامين الشامل عن أداء مهامهم والمعارك النقابية المتوالية لرجال ونساء التعليم وإضراب طلبة كلية الطب وانتفاضة العمال الزراعيين بالجنوب والإضرابات المتعددة للعمال في مختلف القطاعات، وليس وأيضا لن نقول انتهاء وإنما مرورا أو بجيل زاد لسنة 2025 التي واجهت قمعا واسعا ومحاكمات جائرة طالت قاصرين لا يزال العدد منهم رهن الاعتقال دون محاكمة، ثم الفيضانات الأخيرة التي كشفت هشاشة قدرة الدولة على حماية مواطنيها. إن هذا المسار الممتد يوضح أن مجتمعنا يعيش أزمة بنيوية عميقة متواصلة، حيث تقابل كل موجة احتجاجية بالقمع بدل الإصلاح، في ظل انهيار حقيقي لمفهوم الدولة الاجتماعية التي تحول فيها التعليم والصحة والسكن إلى مجالات خوصصة وتهميش. كما لا يمكن فهم هذه الأحداث بمعزل عن السياق الدولي المضطرب، لا سيما التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطية، فالمغرب وظف موقعه الجغرافي كحارس حدود الاتحاد الأوروبي وقدم نفسه حليفا استراتيجيا في مواجهة موجات الهجرة، لكن هذا التوظيف لم يكن بريئا، إذ استغلته الدولة لتشديد مقاربتها الأمنية داخليا وتبرير قمع الاحتجاجات الاجتماعية، محولة المواطن المغربي إلى ضحية مزدوجة، ضحية أزمة داخلية بنيوية وضحية سياسات دولة تدار على حساب حقوقه وكرامته. وننتقل الآن إلى الوقائع الميدانية، وهي جوهر ما نود التنبيه إليه اليوم. لقد اتخذت أحداث 30 و31 و1 غشت عند معبري سبتة ومليليا طابعا مأساويا غير مسبوق، إذ سجلنا غيابا واضحا وملحوظا للأجهزة الأمنية في مواجهة تدفق جماعي ضخم قدرته وزارة الداخلية المغربية بنحو 40,000 شخص، في حين صرح وزير الداخلية الإسباني بأن العدد بلغ 72,000 شخص. وهذا التباين الكبير في الأرقام وحده يستدعي منا التساؤل عن مسؤولية الدولة سياسيا وإداريا في تدبير هذه الأزمة. أما على مستوى الضحايا فقد بلغ عدد الوفيات وفق المعطيات الرسمية والإعلامية وما وثقته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فروعها 141 شخصا على الأقل، حيث أكدت مصادر رسمية إسبانية انتشال 81 جثمانا، بينما وثقت منظمة كاميناندو فرونتيراس انتشال 63 جثمانا في المياه المغربية، أرقام تعكس مأساة إنسانية كبرى فقدت فيها عشرات العائلات أبنائها في ظروف مروعة. وعلى صعيد الاعتقالات والمتابعات القضائية فقد سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان والناظور احتفاظا ب 59 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي في تطوان، من بينهم 5 قاصرين و52 معتقلا في الناظور، من بينهم 18 قاصرا أودعوا مركز حماية الطفولة إضافة إلى فتاتين، ويتابع 11 شخصا أمام محكمة استئناف بالناظور بتهمة جنائية ثقيلة تتعلق بعرقلة السير والاعتداءات على موظفين عموميين والعصيان الجماعي، فيما يتابع 41 آخرون أمام المحكمة الابتدائية من بينهم قاصرين والفتاتان. الحضور الكريم، إن هذا الوضع يؤكد بشكل قاطع
إخلال الدولة المغربية بمسؤولياتها الأساسية في ضمان أمن وسلامة مواطنيها واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة دون وقوع هذه المأساة، وهو ما يجعلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان بالمغرب نطالب بفتح تحقيق مستقل وشامل لتحديد مختلف المسؤوليات والكشف عن كافة ملابسات هذه الأحداث وترتيب الآثار القانونية اللازمة عنها إنصافا للضحايا وذويهم وصونا لكرامة الإنسان أينما كان. وأخيرا لا يسعنا إلا القول أنه حين يصبح البحر أرحم على المواطن من وطنه فهذا إعلان صريح عن أزمة دولة وفشل سياسات فقدت بوصلتها الإنسانية. فالمفروض أن حياة الإنسان ليست رقما في معادلة سياسية بل أولوية لا تقبل المساومة. وقبل أن أحصي وأعطي الكلمة لباقي الرفاق من أجل نجدد تعازينا الصادقة والحارة لأسر الضحايا ونؤكد استمرار نضالنا الحقوقي والمدني من أجل مغرب الديمقراطية والعدالة والكرامة والحرية. وشكرا لكم. إذا أعطي الكلمة مباشرة بحل الوقت لأن كاين من الزملاء الصحفيين الذين يقولوا بأن ما عندهمش عندهم التزامات وما عندهمش وقت كبير اليوم يوم الجمعة، أليس كذلك سيدي؟ إذا أعطي الكلمة مباشرة لرفيق المحجوبي ليعطي أيضا تلخيصا عن كما قلت تصريح الصحفي بالفرنسية الذي هو بين أيديكم. تجي نتبادل الأماكن. تفضل. السلام عليكم. بالنسبة للإخوان والصحفيين العربية هذه شوية نعود نكرروا ربما بالفرنسية للصحف الناطقة بلغة أجنبية، ولهذا فسألقي نفس التصريح يعني باللغة الفرنسية. Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des médias, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations de défense des droits humains, syndicales et associatives, Mesdames et Messieurs, l'Association marocaine des droits de l'homme et la Coordination européenne pour les droits humains au Maroc souhaitent, à travers cette conférence de presse, mettre en lumière les événements tragiques survenus à Ceuta et Melilla les 30 et 31 juillet, ainsi que le 1er août 2026, qui ont pris l'ampleur d'une véritable catastrophe humaine et révèlent une profonde crise sociale, politique et des droits humains, ainsi que de graves dysfonctionnements dans la gestion de la question migratoire par le Maroc, l'Espagne et l'Union européenne. Ce qui s'est passé ne peut être réduit à une simple tentative collective de migration. Le fait que des dizaines de milliers de Marocains et de Marocaines, parmi lesquels des jeunes, des mineurs et des familles, aient pris le risque de mettre leur vie en danger pour quitter le pays constitue avant tout un signal extrêmement préoccupant de l'ampleur du désespoir et de l'impasse sociale et économique. Le Maroc ne connaît ni guerre, ni famine, ni catastrophe naturelle pouvant expliquer un déplacement collectif de cette ampleur. La question qui s'impose est donc la suivante. Qu'est-ce qui pousse des dizaines de milliers de citoyens à risquer leur vie pour chercher un avenir en dehors de leur pays? La réponse renvoie à une crise structurelle accumulée au cours des dernières années: chômage, marginalisation, pauvreté, hausse des prix, baisse du pouvoir d'achat, dégradation des services publics, difficultés dans l'éducation, la santé et le logement, ainsi que l'extension de la rente, de la corruption et des inégalités sociales. Cette crise n'est pas nouvelle. Depuis le mouvement
du 20 février 2011, les mobilisations sociales se sont succédées. Hirak du Rif, mouvement de Jalada, marche de la soif, protestations dans les régions marginalisées, grève de nombreux secteurs, de travailleurs et de fonctionnaires, mobilisation étudiante, jusqu'au mouvement de la génération Z. Plusieurs de ces mobilisations ont été confrontées à une approche sécuritaire et répressive plutôt qu'à un traitement de leurs causes profondes. Dans cette perspective, le déplacement collectif vers Ceuta et Melilla apparaît comme une nouvelle forme d'expression de la crise de confiance, de l'impasse sociale et de l'effondrement des mécanismes de médiation politique et sociale, ainsi que de l'incapacité de l'État à garantir une véritable protection sociale. La responsabilité de l'État marocain. Nous affirmons que l'État marocain a une responsabilité fondamentale qui ne peut être éludée. Garantir quelle est cette responsabilité de tout État d'ailleurs, c'est la sécurité et l'intégrité de ses citoyennes et citoyens à protéger leur vie et leur intégrité physique. Les événements ont cependant révélé l'absence manifeste de mesures préventives et humanitaires adaptées à un mouvement collectif d'une telle ampleur. Selon les chiffres officiellement avancés, le ministère marocain de l'Intérieur a évoqué environ 40 000 personnes, tandis que le ministre espagnol de l'Intérieur a parlé d'environ 72 000 personnes. Quelles que soient les différences entre ces chiffres, ils confirment l'ampleur exceptionnelle de l'événement. La question essentielle est donc la suivante. Comment un déplacement collectif de cette ampleur a-t-il pu se produire sans que l'État ne prenne les mesures nécessaires pour protéger la vie des citoyens et empêcher la tragédie? C'est-à-dire la responsabilité préventive avant que la catastrophe arrive. Les conséquences humaines ont été dramatiques de cette irresponsabilité. Selon les données officielles médiatiques et celles recueillies par les organisations de défense des droits humains, au moins 141 personnes auraient perdu la vie, auxquelles s'ajoutent des disparus et des blessés. De nombreuses familles restent dans l'attente d'informations sur le sort de leurs proches. L'absence d'une communication officielle efficace avec les familles des disparus, ainsi que l'insuffisance de l'accompagnement sanitaire, psychologique et social des personnes reconduites vers le Maroc ont aggravé la tragédie. Cette irresponsabilité se manifeste aussi au niveau de la protection des mineurs et le droit à la vie. La situation des enfants et des mineurs est particulièrement préoccupante. Les informations disponibles font état de plus de 1100 mineurs présents à Ceuta et d'environ 320 mineurs au centre de protection de l'enfance de Melilla, auxquels s'ajoutent des mineurs faisant l'objet de poursuites judiciaires au Maroc même. Nous affirmons qu'un mineur n'est pas un criminel. Son intérêt supérieur, sa protection et sa dignité doivent primer sur toute considération sécuritaire ou politique. Par ailleurs, la mort d'un nombre aussi important de personnes en mer place le droit à la vie au cœur des responsabilités. L'État a l'obligation de prendre toutes les mesures préventives et humanitaires nécessaires pour protéger les vies humaines et ne peut se limiter à intervenir après la catastrophe. Donc là, ceci par rapport à la responsabilité de l'État marocain. Mais la responsabilité aussi, à souligner, est celle de l'Espagne et de l'Union européenne. La responsabilité ne relève pas du seul Maroc. Depuis plusieurs années, l'Union européenne mène une politique d'externalisation du contrôle de ses frontières, faisant des pays voisins, notamment du Maroc, des gardiens de ses frontières extérieures. Le Maroc a ainsi progressivement devenu un garde-frontière de l'Union européenne, dans le cadre d'une coopération sécuritaire, financière et politique, alors que la migration est principalement traitée sous l'angle sécuritaire.
Cette politique européenne porte également une part de responsabilité dans la tragédie, car elle ne s'attaque pas aux causes profondes des migrations et ne garantit pas suffisamment de voies sûres, légales et dignes, contribuant ainsi à transformer la mer en voie de la mort. Face au discours officiel, nous constatons que les déclarations officielles marocaines qui ont suivi les événements ont principalement privilégié l'approche sécuritaire, les réseaux de trafic, les arrestations et les poursuites judiciaires. Mais ce discours évite la question centrale. Pourquoi des dizaines de milliers de Marocains et de Marocaines sont-ils arrivés à risquer leur vie? Réduire la tragédie au réseau de passeurs ou à de prétendues manipulations extérieures ne saurait occulter les véritables causes, qui sont le chômage, la pauvreté, la marginalisation, la perte d'espoir, faiblesse des services sociaux et perte de confiance dans les institutions. Nos positions et nos revendications. L'Association marocaine des droits humains et la Coordination européenne pour les droits humains considèrent que la tragédie de Ceuta et Melilla constitue une alerte sociale, politique et humaine extrêmement grave. Nous demandons principalement, premièrement, l'ouverture d'une enquête indépendante, transparente et complète sur les événements afin d'établir les responsabilités et de rendre publics les résultats. Et bien sûr, prendre toutes les mesures judiciaires pour bien sûr sanctionner les responsables. Deuxièmement, garantir aux familles le droit de connaître le sort de leurs proches, accélérer l'identification des personnes décédées et disparues et permettre la restitution des dépouilles aux familles. Troisièmement, assurer la protection effective des mineurs et le respect de leur intérêt supérieur et mettre fin aux pratiques portant atteinte à leurs droits, notamment aux poursuites judiciaires incompatibles avec leur statut de mineur. Quatrièmement, mettre fin à la criminalisation des déplacements et abandonner les poursuites qui ne respectent pas les garanties d'un procès équitable, y compris celles visant des personnes ayant porté assistance aux migrants. D'ailleurs, tout à l'heure, les représentants des sections de l'AMDH au nord du Maroc vont rapporter des témoignages et aussi des précisions sur comment on poursuit même des chauffeurs de taxi et les présenter devant la justice pour avoir transporté des gens vers un point marocain et ils sont poursuivis comme des gens qui ont facilité l'immigration clandestine. Ça, c'est nos camarades des sections Alpha du Nord qui vont préciser enfin ces questions. Cinquièmement, nous demandons l'adoption d'une politique migratoire marocaine fondée sur les droits humains et la dignité et non sur la seule approche sécuritaire. Pour l'Union européenne, nous demandons à l'Union européenne et à l'Espagne de revoir leur politique, refuser de transformer le Maroc en simple garde-frontière de l'Europe et établir une coopération fondée sur l'égalité et le respect des droits humains. Septièmement, nous demandons la défense effective des Marocains et des Marocains établis en Europe contre le racisme, la discrimination, les discours, la haine et la montée de l'extrême droite. C'est une chose enfin que les responsables marocains oublient, c'est de prendre la défense des Marocains qui sont dans les pays qui souffrent enfin de différentes répressions, qui souffrent du racisme et d'autres atteintes aux droits humains. Nous concluons que la tragédie de Ceuta et Melilla n'est ni un événement isolé, ni une simple crise migratoire. Elle constitue une crise sociale, politique et humaine, révélateur de la profondeur de la crise que traverse une partie importante de la société marocaine et de l'échec des approches qui prétendent répondre à des crises par les seuls moyens sécuritaires. Elle révèle également les limites de la politique européenne, qui a fait du contrôle des frontières une priorité au détriment de la vie et de la dignité des migrants. Nous
Nous concluons enfin cette intervention pour rappeler quelque chose qui peut-être est évidente, mais qui est plein de sens, à savoir que la vie humaine ne peut être une monnaie d'échange ni un chiffre dans les calculs sécuritaires ou politiques. Elle doit rester la priorité absolue qui ne saurait être reportée ni sacrifiée. Et je vous remercie. Je signale que par la suite, il y a notre camarade Abdou Melbi qui va intervenir sur les questions de l'immigration et de la politique européenne concernant la problématique de l'immigration, et également nos camarades des sections de l'ANDH qui vont préciser également, donner des détails et des précisions sur ce qui s'est passé au Nord, et surtout actuellement toutes les arrestations et toutes les poursuites et tout le drame des familles qui sont toujours à la recherche de leurs enfants, ou bien emprisonnés ou bien disparus. شكرا. إذا كيف ما قال نفسه، كيف ما قال رفيق الجوبي، قبل ما نعطي الكلمة لكل رفيق عبدو من أجل يعني واحد المداخلة موجزة جدا فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة للاتحاد الأوروبي المغربي الواقع وانعكاسات على مغاربة العالم، وأيضا للرفيقين أشرف وزهير اللي كيتعتبروا ماشي فقط كيعتبروا وثقوا المجموعه من الخروقات والانتهاكات اللي شافوها وعينوها في عين المكان، وانما اللي كيتعتبروا شاهدين على ما وقع بالمنطقه. ولكن قبل ذلك نفتح المجال من اجل الاسئله باش نربحوا الوقت، في نفس الوقت ياخذوا الكلمه، ويمكن يكون مجموعه من الاجابات اللي يمكن يقدموها من خلال المداخله ديالهم. اذا واخا اعطيني الاسم من فضلك. محمد سالي، وكالة الانباء الاسبانية. محمد شو واحد اللي ممكن يجيبوا ليها بالفرنسية لا كيستيون باش يفهموها. كاين الناس ما فهموكش، انا غير لا فراز. غير لا فراز سيدها محجوبي. واخا نسجلوا. وي Je prends les noms de ceux ou celles qui veulent intervenir, bien sûr, ou bien poser des questions. Oui, monsieur. Je m'excuse. Je prends votre nom et après je vous rappelle. Juan Carlos. País. España. Oui. Oui, باقي شي حد بغى يدخل؟ سي بون. إذا سي محمد العلي تفضل. عندي سؤال موجه للنشطاء اللي كيديروا الرسم الميداني في الشمال، سواء في اتجاه سبتة ولا في اتجاه ليبيا، بخصوص الوضع الحالي. البارح انا كنت في واحد المنطقه في الشمال وشفت بعض القاصرين باقي كيتجهوا لمدينه سبتة. ما عرفتش شو هو الوضع في ليبيا، كيفاش هو الوضع الميداني، واش باقي كاين تدفق ديال الناس اللي كيفكروا في الهجرة، وكذلك شنو التوقعات ديالكم بخصوص الدعوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي على قلب لوكانس، وشكرا جزيلا. Justement, je vous demandais à propos de ces chiffres que vous avez donnés, 141 morts, on dirait c'est du côté de la frontière septembre, sous contrôle des autorités espagnoles, sous contrôle des autorités marocaines. Vous pouvez déterminer le nombre de chocs par chaque partie, donc il y a des chiffres officiels des autorités de septembre, mais les autorités marocaines, il y a toujours à 11 morts. Vous savez,
une révision à faire et donner des précisions si vous l'avez, des sources sanitaires, des sources humanitaires pour concrétiser. Merci. Salah Eddin. C'est juste une question. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir quel est le rôle du Mossad et des autorités sécuritaires du Maroc dans l'organisation de ce départ massif des Marocains à la mort? Merci. السؤال موجه لأعضاء فرع الشمال. هناك من يختزل ما وقع في تأثير من وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات الرقمية. هل توافقون هذا الطرح أم أن منصات التواصل لم تفعل سوى كشف أزمة كانت موجودة أصلا؟ سؤال ثاني، هل تمكنت الجمعية من توثيق عدد الموقوفين على خلفية الأحداث العبور نحو سقطة؟ وهل هناك خطوات التي قامت بها الجمعية منذ اندلاع هذه الأحداث سواء في توثيق أو المؤازرة القانونية أو التواصل مع العائلات الأطفال الذين تم الاختفاء ديالهم أو المتوفين؟ السلام عليكم. بدوري كنشكر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وتقدم التعازي ديالنا للضحايا الفاجعه ما بين السبت والسبت. واش الجمعيه قامت بالدور ديال هبه بريس ايجابي من هبه بريس؟ واش الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان واش قامت بالدور ديال الناس الضحايا المفقودين والوفاه المدنيه بسبت المحكمه امتى غيتم استرجاع الجثث؟ شكرا. شكرا. السؤال ديالي انا هو من بعد هذه الندوه، خاصه ان كاينه الجمعيه وكاين كذلك التنسيقيه الاوروبيه، واش غادي نمشيو ابعد في هذا الملف ولا غادي نوقفوا هنا؟ يمكن كاين عندي واحد المقترح يمكن تناقشوه، لان يمكن نستعملوا التقنيه ديال الصور ديال الاقمار الاصطناعيه. سي فري انها مكلفه، لان على حسب واحد الاستيماسيون درتها سافا كوتي اونتر 3000 و 5000 اورو باش يمكننا ناخذوا صور تقريبا غتكون 15 صوره من نهار مع 10 الليل نهار لو 30 حتى ل 6 العشيه في لو 31 ديال المنطقه كامله اللي كتغطي تقريبا شي 50 كيلومتر كاري ديال النطاق المناطق. واش غاد الجمعيه وكذلك التنسيقيه الاوروبيه قادرين يمشيو بهذا الاتجاه باش تكون عندنا صور موثقه حول التحركات اللي كانت لا ديال القوات الاسبانيه ولا المغربيه وكذلك ديال المشاركين في هذا النزوع؟ شكرا. إذا شكرا. نعتبر آخر سؤال هو اللي يتقدم به الرفيق عزيز. إذا أعطي للرفاق بالشمال لأنهم متابعين وعندهم يعني مجموعة من الأسئلة هي غيتمكنوا من الجواب عليها لأنهم متابعين ميدانيين. شكرا للجميع على الأسئلة. صباح الخير للجميع. بطبيعة الحال تحية لكم. أشرف نيمون رئيس فرع الجمعية المغربية للإنسان في تطوان وأحد أعضاء الفريق اللي كان في الميدان طيلة هذه أيام المأساة. ما سميناه في البيانات ديال الجمعية المغربية للإنسان سواء المركزي أو البيانات ديال الفروع بالنزوح الجماعي نحو سبتة المحتل. ولا نبغي نأكد واحد المسألة أساسية، وأننا كلنا كنتكلموا على المأساة في البداية ديالها من 30، لكن المأساة هي مبتدئة قبل 30، لأن كانت هناك محاولة عبور يوم 27 وحنا صدرنا بيان انذاك ديال الفرع الجمعية المغربية للإنسان، وهذا العبور كان فيه ما يقارب يعني أكثر من 500 حسب يعني الأرقام اللي كانت في ديك اللحظة، واللي هي فقط من الجانب الإسباني، لأن الجانب المغربي للأسف ما عندناش أرقام. كاين تعتيم على يعني الارقام، وسواء تعلق الامر بالدخول الى سبتة المحتله او بالوفيات او الى اخره. لذلك
سي بون شباب من فضلكم واخا من فضلكم عافاك نقدروا نكملوا صافي غادي الاستاذ علاش ضمن هذا اللي غادي يوصلونا باش نوصلوا. قلت لذلك وان العمليه ديال المحاوله ديال الدخول الى السلطه المحتله انطلقت من المحاوله الاولى ديال ليله 27، الليله اللي كان فيها الضباب وارتمى اكثر من 500 شخص الى يعني في الاتجاه ديال سبته. وبالتاكيد هذه العمليه خلات عدد من الضحايا اللي ما كنتكلموش عليهم، بمعنى ان هناك ضحايا قبل 30 عاد غادي يوصلوا 130. وبالتالي في البدايه اللي صدرنا حنا كنتكلموا على غير في بدايه هذه السنه كان ما يقارب 31 جثه يوم 27. هذا فقط الذي تم الاعلان عليه، وفي الجانب الاسباني دائما. اما يعني الارقام الحقيقيه اعتقد بان التكلفه ثقيله جدا، لان حنا باقي كنتلاقاو يعني طلبات من عائلات اللي الجثث ديال ابنائهم منذ ماي مازالوا في سبتمبر داخل، وبالتالي نضاف عليهم ديال 27 ونضاف عليهم ديال 30 و 31، بمعنى ان الحصيله اعتقد بانها للاسف يعني ما يمكنناش نتكلموا على ارقام يعني واقفه. فيما يخص العمل اللي قمنا به على المستوى الميداني، السؤال اللي كان كيتكلم الان على الوضع الان كما رصدناه الى حدود الامس، يعني المعطيات ديال الامس. هذاك الطريق كله اللي قطعناه كله كان الناس كتخلف، وهذوك الناس في حالات صحيه صعبه، لان كاين منهم اللي جايين من اصيل على رجلو، من طنجه، من العرايش، من مدن بعيده. وبالتالي ان هذا الوصف هذا غير كيأكد واش فعلا ان اللي استطاعت تمر لسبته المحتله فقط 40,000. اعتقد 40,000 غير اللي شفناه حنا في الطريق، هذيك اللي شفناه في الطريق ما بين تطوان وسبته واقيلا هذاك 25 كيلومتر وابعد من ذلك. وكانوا رفاق من طنجه ملتحقين راه لقاو نفس يعني نفس الوضعيه، نفس الصوره، باش جا من طنجه الناس كتخلف على رجلها. وبالتالي عليها سميناه بانه كان شبه نزوح جماعي لواحد العدد كبير ديال الشباب. اذا الوضع الان مازال هناك دعوات يعني كتسيركولي في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي ديال لوكانز ديال 15، وكاين هناك رغم ان العمليه ديال الترحيل كانت سواء من داخل اللي تم ترحيلهم داخل سبته عبر الممر غير رسمي بطريقه في الحقيقه لا تحترم حقوق الانسان ولا تحترم كذلك القانون، لانهم بنفس الطريقه اللي دخلوا بها بنفس الطريقه اللي خرجوا بها بدون التسجيل ديالهم، بدون رعايه صحيه. معهم كان قاصرين وقاصرات، عندنا يعني مقابلات مع القاصرين اللي كيتكلموا على ان تم الترحيل ديالهم بدون ان ما يتعطاهم الحق باش انهم يحصلوا على الوثائق من عند بوليسيا ناسيونال، بدون انهم يعني حتى تعطاهم الرعايه الصحيه، قطعوا عليهم الماء. هذا الشيء كله اللي تكلمنا عليه. وهذه الوضعيه تعرض من طبيعه هذا العنف سواء من طرف الغوارديا سيفي، سواء من طرف الجيش من بعد ما تسلم الملف، كذلك هو قام بخروقات حقوقيه في حق هؤلاء في الجانب ديال سبته. في الجانب ديالنا من بعد ما رجعوا هؤلاء يعني واحد العدد كبير، وانا عندي تحفظ كبير على هذا ما يسمى بالعوده طواعيه. ما كاينش عوده طواعيه، تم ترحيلهم ضدا في القانون وضدا في حقوق الانسان وضدا في كل مواثيق الدوليه لحقوق الانسان. وهذه المسؤوليه تتحملها السلطات الاسبانيه والسلطات المغربيه على حد سواء. وهذه النوع من الاتفاقات الخاصه هي اتفاقات يعني لا تتفق مع يعني قوانين حقوق الانسان بصفه عامه وحتى القوانين يعني المحليه. لذلك ان تم العوده ديالو بالمخاطره، لان هذاك الممر اللي فتحوه ديال العوده اعتقد الصحافه كاين واحد العدد كبير، انا كنت لقيته تما وشافوا هذاك الممر خطير بعدا. كيمروا الاطفال صغار والعائلات والناس عندهم اعاقات وفي وضعيه اعاقه والناس كبار، وكيمروا واحد الممر اللي فيه اولا الماء وفيه الحجار وجا محاذي وكيمروا، وبطبيعه الحال مازال تما جثث. كذلك هذا الممر هذا اللي كان غير يعني ممر غير رسمي لتفادي تسجيل هؤلاء يعني العائدين. وهذا الخرق في الحقيقه يعني ما كنعتقدش ان هذه الصور يعني تكررت بهذه الطريقه وبهذه الفداحه وبهذا الخرق الواضح على الملأ وامام وسائل الاعلام. في العمليه ديال الاستقبال غياب اي جهه رسميه من المغرب باش انها تقدم الرعايه الصحيه لهذ العائدين، او انها توجههم، او انها تتكلم مع الاسر ديال المفقودين. حنا بقينا كنتكلموا مع الاسر ديال المفقودين بطبيعه الحال ولا تسجلهم بطبيعه الحال.
الاسر ديال المفقودين ما لقاو حتى شي واحد، والصحافه كنعتقد واحد العدد كبير كانوا حاضر وشافوا هاد الاسر اللي بقاو تما طيله الليل باغيين غير يعني اي معلومه على ابنائهم وبناتهم، سواء اللي شملهم الترحيل ولا اللي مازالين في سبته ولا اللي يعني لان كاين حتى محتجزين في السجون ديال سبته، وهذه من بين المعلومات اللي عندنا، وكاينين معتقلين على مستوى تطور. وبالتالي بمعنى ان دابا الفضاءات ديال البحث على هاد المفقودين يعني ولات واسعه. كنبحثوا في لامورك، كنبحثوا في الاتجاه الاسباني، كنبحثوا خص التواصل مع يعني واحد تقريبا 3500 ديال الشباب مازالين في الغابات، يعني وفي الاحياء، سواء في الرولاس، سواء في البي سي بي، سواء في المناطق هذه مازال تما العدد ديال الشباب وتعرضوا نوابل من العنف في الحقيقه هاد الشباب، وفي الغابات اللي كاينين داخل سبته، سواء الغابه المضربه او الغابه الداخليه يعني السيترو. وبالتالي يعني في واحد الوضعيه لا انسانيه، وفي واحد الوضعيه معرضه حياتهم للخطر في اي لحظه، في اي لحظه معرضه حياتهم للخطر. وفي وسطهم كاين شباب ما قدروش انهم يتواصلوا مع عائلاتهم، والسلطات الاسبانيه ما سهلتش هذه العمليه هذه. كذلك في سيدي لان كاين واحد الاكتظاظ كبير جدا. السلطات سبته راه وضحت الامور بان ما كاينش امكانيه ديال الايواء نهائيا، وبالتالي بقاو المهاجرين في وضعيات صعبه في الحقيقه. كذلك في الجانب المغربي صدرنا حنا بلاغ ديال الجمعيه المغربيه الانسان، البلاغ الاول حول الاعتقالات، جوج بلاغات خاصين بالاعتقالات. كان الاول اللي فيه 9 المؤكده بالنسبه لنا، ممكن تكون معطيات اكثر وممكن تكون اعتقالات اكثر، لان كاين مصادر كتكلم على ان كاين 160، ولكن فقط اللي حنا وصلنا له لحدود الساعه، وممكن ان تكون هذه 160 فقط اللي وصلنا له لحدود الساعه هما 9 المجموعه الاولى، واللي فيها 5 ديال القاصرين واللي تم يعني الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال، و4 راشدين في السجن المحلي بتطوان. وبدات المحاكمه الثانيه، بدات عفوا سلسله ديال المحاكمات ديال 50 معتقل، واللي هاد 50 معتقل تقسمت المحاكمات ديالهم على 3 ديال المحاكمات. كانت البارح محاكمه، وكاين وحده 10 وغتكون 11. هادو كلهم عاد ديال اللي شفتوا تبعتوها ديال موين الطاكسيات اللي صدرت عليهم احدى النقابات يعني بيان ديالهم، وحنا في اطار الان التواصل مع العائلات ديالهم باش نقدروا نشوفوا نعملوا هذه المواكبه. لكن الامور في العلاقه مع المعتقلين صعبه جدا، لان حنا كما كتعرفوا المحامون اليوم هما في اضراب شامل عن العمل، وبالتالي يصعب ان تتبع العمليه في غياب المحامون. وحنا هذا هو المصدر ديالنا الاساسي اللي عندنا، لان في غياب التعتيم اللي كذلك من المعلومات اللي كنا نشرناها ديال في العلاقه مع الوفيات داخل تطوان، على الاقل في لامورك ديال تطوان ديال طابونه كاين 21 جثه، 21 جثه فيها 11 ديال المغاربه و10 ديال الجنسيات غير يعني جنسيات عربيه، فيهم السودان، فيهم اليمن الى اخره. وبالتالي يعني الارقام اللي تعطات الرسميه كنعتقد انها ارقام غير محينه. وهناك كذلك معطى اخر نحن نحاول التثبت منه على مستوى لامورك ديال طنجه، كذلك فيها 17، وبالتالي ان اعتقد وفي ما قبل الامس الاربعاء اعتقد الاربعاء كنت انا تما في الباب ديال الديوانه، كيجيو لومبيرونس وكيخرجوا. شنو كيهزوا؟ ما كاين انا هذا هو الاحتمال الاكبر انها عمليه انتشال بعض الجثث. كذلك ان هناك المغرب مازال ما بداش شي عمليه ديال انتشال ديال الجثث، فقط الجثث اللي كتطلع فوق الماء. وحنا عندنا شهادات موثقه ديال المهاجرين اللي كيقولوا بان كانوا يسبحون فوق الجثث. هذا معبر طرخان البحري، هذا معبر طرخان البحري هو لا يتعدى 40 متر تقريبا، كان فيه الالاف ديال المهاجرين الغير نظاميين اللي ارتموا تما، فيهم الشباب، فيهم الاطفال، فيهم النساء، فيهم المرضى، فيهم الحوامل، فيهم العواجز. يعني واحد الوضع كارثي. من بين الشهادات في الحقيقه اللي انا بعد نهار 30 من بين الشهادات اللي جاتني واللي ما قدرتش ننعس، هو ان احد الشباب كيحاول يسبح في ديك العمليه ديال الضغط، كيلقى الراس ديال المراه خارج من الماء طالع عنده، يعني ملي كيشوف لتحت كيلقى بان كاين جثث لتحت، كاين جثث من تحت منه في هذا المسار اللي هو صغير جدا. يعني في الحقيقه واحد الوضع كان كارثي، وضع صعيب تقدر تتكلم عليه زعما لان هادو ماشي ارقام، ماشي هذا انسان
وهادو مغارضه وفيهم اطفال وفيهم شباب وفيهم ناس كانت كتحلم عندها امل بطبيعه الحال، بغات الكرامه، بغات العيش الكريم، بغات الى اخره. لكن للاسف ترك هؤلاء المهاجرين يعني لمصيرهم، لان العمليه ديال الغرق بالتاكيد ديال الشهادات ان كانت امام السلطات المغربيه وكذلك امام السلطات الاسبانيه. اللحظه اللي كانوا هاد الناس كيغرقوا بدون ما ان حتى شي جهه يعني تحمل مسؤوليتها وتعمل اي مجهود باش ان ناخذوا غير نقللوا من هذه الحصيله الكارثيه في الحقيقه ديال الوفيات اللي كانت. وكنخلي اذا كان زهير بطبيعه الحال المضيق يزيد يعطي اكثر، واذا كانت شي حاجه نقدروا نرجعوا. مزيان زهير الا قدرتي تجاوب على التواصل مع العائلات واش العائلات ممكن عطاك غير نعطي فيك فرصه. الاماكن هذه المره تضيق سيكون زهير زهير تحية للحضور. صباح الخير، تحية للحضور الكريم، تحية للصحفيين والصحفيات اللي لبوا دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذلك التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان بالمغرب لهذه الندوة الصحفية اللي كتسلط الضوء على هذا الهروب الجماعي كما تم التسمية ديالو في الأرضية اللي في الحقيقة غيتوصل بها الجميع الحاضرين هنا في هذه الندوة هذه، واللي فيها واحد التشخيص عام فيها الأبعاد اللي كتكلم عليها الجمعية واللي كانت مؤسسة لهذه العملية ديال الهجرة. زهير أسباب مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق، اللي في الحقيقة ما غنختلفش مع رفيق ديالي أشرف، لأن كان واحد العمل تنسيقي ميداني للمتابعة هذه العملية الهجرة كما قال رفيق أشرف من نهار 27، بمعنى من البداية التدفق هذه العملية. وفي الحقيقة الفرعين تطوان والفرع د المضيق ماشي حتى ل 27 عدد كيتابع هذا الملف، وإنما هو متابعة طيلة السنة وطيلة الاشتغال هذه المكاتب هذه، باعتبارهم فرعين جاوا على في واحد المنطقة حدودية، وبالتالي هذه القضية الهجرة تعتبر عندنا في الفرعين واحد القضية جوهرية في العمل ضد الفروع في البرامج السنوية ديالهم والعمل ضد الفروع. بالإضافة لهذا الشيء هذا كذلك كما قال رفيق أشرف أن المحاولات الهجرة هي في الحقيقة متواصلة كتكون طيلة السنة، ولكن الجديد الآن هي هذه الموجة الجماعية، واللي هنايا غنجاوب في الحقيقة على أحد التساؤلات اللي كانت من طرف الصحافة، هي واش مواقع التواصل الاجتماعي بوحدها كانت قادرة أنها تعمل هذا الشيء هذا. أعتقد أن كما كنقولوا ما كاينش شي دخان بلا نار، وبالتالي حنايا في الجمعية وفي التصريح راه حددنا واحد 3 الأبعاد أساسية اللي كانت عوامل أساسية
اللي كنعتبروها هي المحرك والدافع لهذه الهجرة الجماعية. فيها بعد اجتماعي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد سياسي، فيها التضييق على الحريات، فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اللي كتدمر من البلاد. والأساسي وهذه اللي الآن أصبح كل الإحصائيات حتى الرسمية تقر بها، هي الارتفاع البطالة في صفوف الشباب. شباب ما كيتابع تكوين، ما كيدرس، ما كيخدم. هاد الشباب هادو شنو بغينا انهم يعملوا؟ وبالتالي في امتداد الافق في الوجهات هاد الشباب كيبقى هاد الهجره ما كنقولوش هي الحل، ولكن كتبان له هي المنفذ من هذا الوضع الاسود اللي كيبان له انسداد الافق في الواقع ديال البلاد. ومن هنا كنقول حتى الشباب ملي خرجوا كيعبروا على هذه المطالب الحقوقيه والاقتصاديه والاجتماعيه، كانت المواجهه ديالهم بالاعتقالات واخرها كنتذكروا كيف تم التعامل مع الشباب الجيرزي. وبالتالي اعتقد وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الدعوات كانت غير حافز، ولكن الاساس هي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه بالبلاد. فيما يخص الوضع، وضع كان مأساوي جدا، كان أليم جدا، وكان نستغل هذه الفرصة للتعزية العائلات اللي في الحقيقة من خلال الراس ديالنا والتواجد والتواصل مع العائلات، باعتبار وهذه واحد المعلومة راه أعتقد في المنطقة تطوان، بعد تطوان، مرتي، المدياق، الفنيدة، في هذه المنطقة لا أعتقد أن شي أسرة أو شي منزل ما كاينش على الأقل مشى منه شي واحد دخل للديوانة. وبالتالي المنطقة تعيش واحد الوضع مأساوي جدا، بالإضافة في الحقيقة ديك التوافد بديك الأعداد الهائلة، وكتشوف الناس كتضرب الكيلومترات وهي على رجلها. كان وضع صعيب جدا، واللي في الحقيقة لحدود الساعة مازال مستمر توافد مجموعة الشباب. هذا الشيء هذا ما مرتبطش غير بالمنطقة، لأن إذا هضرنا وغنرجع شوية، إذا كنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي بوحدة حركة هذا الشيء هذا، راه كنشوفوا الإغلاق المحطات القطارات. وبالتالي إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي قادرة أنها تحرك البلاد كاملة بالشباب ديالها، بالنساء ديالها، بالشيوخ، بالأطفال، باليافعين، راه مشكلة. وبالتالي أنا أرجح أن الأساس والاختلال اللي خصها تعالج هي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي عندنا في البلاد. فيما يخص العائلات، في الحقيقة في الفرع المضيق نشتغل ونتواصل معهم كما قلت لكم، لأن ما كاينش شي أسرة منهم أصدقاء ديالنا، منهم عائلات ديالنا، منهم جيران ديالنا، منهم ما كاينش شي واحد تم في المنطقة اللي ما كاينش في العائلة ولا في الأسرة ولا من داخل البيت اللي ما هاجرش. وبالتالي كاين تواصل مستمر وعلى طول الوقت مع العائلات. وكنشوفوا اصلا عملنا مبادره دراسه، لان كاين خدمه هذه ممكن الفرع المضياق وتطوان كيعد تقرير مركز، ممكن تكون ندوه صحفيه اخرى تما في المنطقه ونزيدوا نوقفوا على هاد التفاصيل هذه. ولكن كاين تواصل وكاين متابعه مع العائلات وحتى مع المهاجرين اللي تما عن طريق العائلات ديالهم، لان كاين واحد المجموعه اللي كيقدروا يتواصلوا، وكاين واحد المجموعه كبيره في الحقيقه اللي في اطار هذه المغامره مشاو له التليفونات، مشى الفلوس، مشى هذه، ولا ممكن بعض الصحافه وهذه تكون طلعت على داك الشيء، كيوجهوا نداءات غير عن طريق شي واحد كيكون دايز كيشوفهم كيهضروا بالعربيه ولا كيعرفهم ولا هذه. هذيك كيوجه نداء عليه، كيطلقوا على الله غير يوصل للعائله ديالو باش يطمئنوا بانه مازال حي. فيما يخص هذا الشيء الجثث في الحقيقه، ومن خلال المعاينه ديالنا واحد المجموعه
الشباب اللي كانوا دخلوا من بعد خرجوا، وواحد المجموعه ديال الاتصالات اللي كيتبين ان العدد المعبر عليه لحد الساعه لا يعكس الحقيقه والعدد الحقيقي ديال الجثث اللي ممكن انها تكون فعليا جثث في هذه العمليه هذه، وبالتالي ممكن ان العدد غيكون اضعاف الارقام المعبر عليها. ممكن هذا الشيء رقم بالضبط ما نقدرش نعبر عليه، ولكن غير من خلال الشهادات الشباب كيقول لك انا سطمت على 100 تما وزيد، انا كنعوم وكنشوف العشرات ديال الجثث من تحت مني وما عندي ما نعمل، لان اخترت ديك المغامره. انا بيدي الساعه ملي اخترت اني نهاجر كنت مقتنع باني ممكن نكون واحد من هذوك اللي كاين تما لتحت. وهذا هو الوضع الحقيقي للشباب وزعما الوضع تما في المنطقه. الاوضاع هذا الشيء اللي كاين. شكرا والتحيه. يبدا اذا كاين شي حاجه. شكرا. تجدر الاشاره الى ان الرفيق اشرف هو عضو اللجنه المركزيه للهجره واللجوء، وهو ايضا عضو المكتب المركزي، وزهير اسباع هو عضو اللجنه الاداريه. شكرا لهم على هذا التوضيح من خلال المواكبه والمتابعه الميدانيه. فقط اللي يمكن يسقال بانه الارقام التي تم تقديمها واللي قلنا بان فيها 141 شخص على الاقل اللي فقدات في الجانب الاسباني، مصادر رسميه كتقول 81 جثمان، وايضا كما قلنا بان المنظمه فرونتيراس كتقول انتشال 63 جثمان، وايضا حتى من الجانب المغربي غير في لامورغ اللي كان مباشره يوم 1 غشت او 2 غشت لو دو كانت 21 اللي كاينين في لامورغ في الجانب المغربي. هي ارقام لن تعكس ولا تعكس الحقيقه، فقط من خلال حتى المشاهد اللي كانت عن طريق وسائل التواصل، من خلال المتابعه الميدانيه، من خلال التواصل مع العائلات والاسر، من خلال العائدين اللي كيحكيوا هذا الوضع ديال انهم كانوا كيمشيو فوق الجثث. وبالتالي فقط كيف ما قال الرفاق ان التي طفت على السطح، وكنعرفوا اذا كان عدد كبير ممكن ما يكونش تطفوا، لان واحد المسافه صغيره اللي فيها 40 متر تقريبا مربع كتولي فيها الالاف، راه بلا غرق بلا حتى شي حاجه راه الناس غتموت، ناهيك عن اللي كيكونوا حتى كيتعرضوا حتى في خلال ذاك الازدحام الطرقات. اذا هناك فعلا كارثه للاسف مأساويه، ولكن الخطير في الامر هو ان الى يومنا هذا المغرب ولا كلمه، كان هذوك ماشي مغاربه، ولا كان المفروض ان يتعلن الانحداد ولا شيء، ولا حكومه تحركت ولا دوله تحركت. المفروض ان اللي يتكلم واحد الجهاز اللي كيتكلم الجهاز الداخليه بانه ويتكلم من نظريه المؤامره كانوا ربما وهاد الناس والعصابات، في الوقت اللي اي انسان مهما بلغت السذاجه والبلاده ديال العقل ديالو ما يمكنش يتخيل بان 60,000 كتحرك في نفس الوقت هكاك، مستحيل اذا لم يكن هناك محرك. الهجره كاينه على طول السنه، ولكن ان تتحرك في وقت محدد وبالجحافل الكبيره وبالاعداد الكبيره استحاله ان يكون موضوعا محاوله ديال اكثر من 500. استحاله ان يكون موضوعا طبيعيا ولا عاديا اذا لم يكن وجه ومقصود، وهي رساله بغات توجه الجهات الاسبانيه اننا حنا راه متحكمين في الوضع وراه نقدروا نغيروا الاوضاع ولا راه حنا في وضع ديال القوه، ولكن للاسف على حساب الكرامه ديال الانسان وعلى حساب الحق في الحياه وعلى حساب المغاربه. بمعنى ان المغرب كنا كنقولوا في كورونا بان تاكد للعالم بان البشر لا قيمه له، تاكد في العالم حينما ترك الناس كيموتوا. اليوم هنا في المغرب تاكد بانه لا قيمه للانسان في المغرب، ملي كنرسلوه الموت فقط باش نوجهوا رسائل. اذا هذا هو فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعطي الكلمه، اشكر الرفيقين، ونتمنى انه يكونوا جاوبنا على الاساسي في الموضوع. حنا نازلنا نتابع كما قلنا، نتابع امام تعتيم اعلامي، ولا احد يعطيك شي رقم ولا احد يعطيك شي نسبه ولا تعرف اشنو اللي كاين.
اذا كنتابعوا هذا الوضع. في المقابل انه في الناس العائلات والضحايا اللي خصهم اللي كان خصهم انهم الابناء العائدين كان خصهم يحظوا بالرعايه وبالعنايه والمتابعه نظرا للوضع المأساوي اللي عاشوه، بالعكس هم كيتواجهوا بالسجن، كيتواجهوا بالاعتقالات وها حنا مستمرين في واحد الموجه كبيره من الاعتقالات اللي فيها جنايات باحكام ثقيله اللي كتنتظر شباب منهم قصيرين وقصيرات. كنعطي الكلمه مباشره لرفيق عبدو، كنعتذروا ان اطلنا عليه. تفضل. لا نحولوا داكشي كامل. اسم التنسيقية الأوروبية. قرب هذاك شوية الميكروفون. لا دابا نتكلم باسم التنسيقية ما تكلموه. اسم التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان اللي إطار كيجمع واحد العديد ديال الجمعيات اللي جاية من الهجرة كجمعية العمال المغاربة بفرنسا والجمعية التاريخية ديال الهجرة المغربية الديمقراطية، وكذلك الجمعيات اللي كتشتغل في الميدان ديال حقوق الإنسان. تقريبا الآن هذه عامين باش بدينا هذه التجربة المشتركة. قبل كانوا الحقوقيين بوحدهم والجمعيات بوحدهم، الآن توحدنا على مسألة أهمية الاهتمام بالملف حقوق الإنسان في المغرب وكذلك الاهتمام بملف حقوق الإنسان في الهجرة. هذه التنسيقية فيها تقريبا 25 جمعية من اسبانيا، فرنسا، المانيا، هولندا، بلجيكا، واحد العديد، ايطاليا كذلك، واللي كتقوم بواحد العمل ديال المواكبة ديال هذا الملف ديال الهجرة. بالنسبة لنا احنا في التنسيقية اللي كنتفاجئوا هو اولا المغرب مع الاتحاد الاوروبي من المبادرين ديال هذا الباكت ديال هذا الميثاق الهجرة. وهذا الميثاق الهجرة راه تخلق عندكم هنا في مراكش، واحد طنطا من المغرب عنده الحلول وعنده في مراكش تبنى اول ميثاق ديال الهجرة واللجوء، واللي هذا الميثاق من البناء ديالو ضرب كل المواثيق الدولية، لا حقوق المواثيق الدولية ديال حقوق الطفل، لا المواثيق الدولية ديال حماية المهاجرين والعائلات ديالهم، لا المواثيق كذلك ديال احترام حقوق الإنسان، بأنه نبداو هذا الميثاق وبالتالي كنشوفوا الممارسة الآن ديال التعامل ديال معهم مع الأطفال مع الإنسان كتبين بأن هناك اتفاق متفق عليه ديال لا مكان للحقوق ولا المواثيق الدولية فيما يخص الهجرة. ماشي فقط غير الهجرة ديال الجنوب، ولا الآن حتى بالنسبة للهجرة وسط الاتحاد الأوروبي واحد العديد المواثيق ديال حقوق الإنسان اللي كتضرب. حنا كنتفاجئوا بأنهم في الوقت لواحد البلد خدام في هذا الميثاق ويلا في 21 يونيو كيتفق الاتحاد الأوروبي في ضبط تنفيذ هذا الميثاق واللي فيه الدور ديال المغرب واخطر جوج الادوار اللي عطاو المغرب. اولا ماشي غير فقط الارسال ديال الناس اللي ما عندهمش بطاقه الاقامه، ولكن كذلك السونتر اللي سموه هو ديال في المغرب. الا بغى شي واحد من اللاجئين من افريقيا ويبغى اللجوء في المغرب اللي خصو يهيئوا ليه الملف الاولي. وهنا كيطرح واحد العديد ديال التساؤلات، كيفاش واحد البلد لا يحترم حقوق الانسان وهو اللي غادي يضبط المساله ديال اللجوء على مستوى اوروبا. اللي كنتفاجئوا بانه هناك تواطؤ يومي ما بين اوروبا وما بين المغرب، وكتطرح تساؤلات ديال هذا الوقت اللي وقع في سبته منين جا. فعلا واحد الاخ طرح
السؤال على الدور ديال الموساد شحال هكا. هو في اوروبا هذا هو النقاش اليوم لا يعقل. نفس التساؤلات اللي عندكم عندنا حتى الان. كيفاش كاين 50,000 60,000 في خطره في نهار غادي تدخل البلد اخر؟ واش هاد القضيه ما فيهاش شي بالاضافه ديال العمل المشترك ما بيناتهم في شي اشاره خارجه الاتفاق؟ يمكن اشاره لسانتيج على عباد داركم راك فتي الحدود في الخصوص في المساله ديال القضيه ديال التضامن ديالو مع الشعب الفلسطيني، في القضيه ديال التواطؤ مع مناهضه السياسه ديال ترامب، في المساله ديال توجهه حتى في المساله ديال الهجره. ما ننساوش بانه اسبانيا تقريبا مليون الناس اللي ما عندهمش الاوراق وتسوات الوضعيه ديالهم، لانه هذه القضيه هذه طرحت عليه كذلك ضغط لا من ترامب لا من الصهاينه لا من حتى بعض البلدان في اوروبا بحال ايطاليا وبلاد اخرين اللي ما عجبهمش هذه الاجراءات ديال هادو النقاش. يقول انه ما متفكرش، ولكن هذا هو النقاش اللي كاين الان في الساحه الاوروبيه. في الساحه الاوروبيه كذلك كاين النقاش ديال كيف يعقل واحد البلد كيتكلم على الديمقراطيه وعلى حقوق الانسان وعلى المبادرات الانسانيه وكيتعامل مع السكان ديالو بهذه الطريقه. هذه القضيه اولا خدمه سلبيه لا الراي اللي بناوها كانوا كيبنيوها بانه حنا مستعدين نكونوا جدارميه ديالكم في افريقيا غير قبلونا. هذه الممارسه اللي دار المغرب في هذا الميدان ديال السودان هذا فيه كل تعاطف ولو ديال القوى اليمين. الوحيدين اللي كيساندوا المغرب في هذه القضيه هذه هو اليمين المتطرف الفاشل، هو اللي عاجبه هذه المواقف ديال المغرب، عاجبه كيفاش المغرب استغل وكيطالبوا باش يكون تطوير العمل المشترك مع المغرب. حنا في الهجره تجربتنا مع حكام هذه البلاد ماشي جديده، حنا ما كنتفاجئناش اللي وقع في سبته. حنا كنتفاجئنا واقعنا كهجره عمرنا ما شفنا واحد البلد اللي تقريبا 12 مليار كتدخل له في العام وبالنسبه للهجره ضربها في سته. عمر المغرب ما تدخل في شي جريمه عنصريه اللي واجهوها المغاربه. عمر المغرب ما دار محامي اللي يدافع على الناس ديالو. عمر المغرب ما حاول يراجع الاتفاقيه الثنائيه اللي دار مع البلدان الاوروبيه في مساله ديال حقوق الهجره. عمر المغرب ما تكلم على الاحترام للكرامه ديال المواطنين. بالعكس كل الاجراءات اللي كياخذ السلطات في المغرب مضاده للمصالح والمستقبل ديال الهجره. هذه واحد الاشاره اللي صعيب باش يقدر يربح بها الهجره في المستقبل او يربح بها الراي العام. حنا بالنسبه لنا كتنسيقيه كنواصلوا هذه المبادره مع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كنشوفوا مبادره مهمه وبالتالي بالنسبه لنا كيخصنا نواصلوا. حنا كنناقشوا كذلك مستوى التنسيقيه الاوروبيه كيفاش كيمكن لنا نكونوا اكثر عمليا في المسانده ديال الضحايا ديال 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 العائلات ديال الضحايا ديال الناس اللي ماتوا في البحر. الناس كتسول واش شنو يمكن نحاولوا، شنو يمكن نديروا على من الجانب الانساني. الجانب الاخر هو هذه المساله ديال بزاف كيتكلموا على قضيه التحقيق. خصنا كذا نوصلوا يكون تحقيق مستقيم. حنا ما عندناش ثقه في هذه البلاد ديال التحقيق لانه كيتخدم الناس المئات كتموت وما كيقولوا 10. اذا التحقيق واللي الضغط على اسبانيا والضغط كذلك على المنظمات المدنيه في اسبانيا اللي تبنى معنا هذه المساله ديال التحقيق مستقيم. كذلك ما خصناش نخليو دوز هذه القضيه ديال السوده. كيخصنا نفكروا كيفاش هذه القضيه ديال السوده باش ما نشتيوهاش تبقى ضميرنا تبقى واقعنا اللي نساهموا بواحد عدد النضالات لفتح التواطؤ الاوروبي المغربي، وكذلك من اجل طرح المساله ديال احترام حقوق الانسان سواء هنا او حتى لهنا اللي هي ما بقاتش. شكرا. شكرا رفيق عبدو. اذا كانت هذه اخر كنعتذر احد الرفاق طلب ما عرفتش واش دخل ولا سؤال. الناس الاخير في الجمهوريه.
كنعتذر لانه كيف ما شفتي كيغادروا القاعه. اذا شكرا للجميع. اللي نبغي ناكد عليه بانه كيف ما قال رفيق عبدو بان احنا مستمرين سواء كجمعيه مغربيه حسان او كتنسيقيه او معا في الاشتغال على هذا الملف بكل الوسائل اللي يمكن تتاح لنا. يمكن تكون اليات وطنيه، لازم يمكن نمشيو للتقاليد، ولا تقدر تكون الاليات الامميه، وايضا لما لا ما طرحه الرفيق عزيز في البحث عن معرفه الحقيقه من خلال وسائل تقنيه الى توفرت لنا الامكانيات اننا نعرفوا العدد الحقيقي ونكشفوا على كل هذه الاضاليل وهذه الاكاذيب ديال حول العدد وحول كل الجحافل من الناس اللي تعرضت للجميع وشتى انواع يعني الانتهاكات الانسانيه. اذا تحيه للجميع ونشكر حضوركم ونشكر استمراركم ونشكر وفاءكم، والى محطه قادمه حيث اننا كنشتاقوا الى تقرير يمكن يكون تقرير اللي تكون فيه معطيات اكثر دقه. شكرا.